اسمي ماجدة أحمد. أنا من المكون العربي. تعرفت على حركة البككة عام 1984، وسنة 90 و91 رحت شفت القائد عبد الله أوجلان. كان في مناسبة هناك حضرناها عنده، وبعدين صار حوار بيني وبينه. الحوار لمدة كان ساعتين. نتيجة الحوار قال لي القائد عبد الله أوجلان يعني أفكارك يعني إني مشان تحرر المرأة كتير كويسة، ومشان تحرر الشعوب كلياتهم، وما دام نحن مكون كردي والعربي عم نتعايش مع بعضنا، يعني إذا لازم أنتي تناضلي معنا. أنا قبل ما أروح لعنده قريت كتير من البيانات اللي كان يصدرها، وقريت كتبه هو. بعض الكتب كانت وصلت إلي قريتهم، كنت مقتنعة بهالفكرة. يوم تطلعي راح أناضل. هداك الأيام كان النضال هو إني تكوني جبهوية، نضال الجبهويين. انضميت بديريك لنضال الجبهويين. لما انضميت لنضال الجبهويين، القائد عبد الله أوجلان قال لي لازم يعني تأدي القسم اني ما رح تتركينا، ما رح تتخلي عن هالفكر. قمت انا اقسمت مرة واحدة، هو قال لي لا بدك تقسمي 3 مرات مشان ما تتركيني. قال لي لقدام رح يصير في كتير اشياء، هالاشياء هاي رح يصير عليكي ضغوطات ممكن تتركي الحركة. لما أقسمت 3 مرات من هديك الأيام لحد الآن أنا عم بناضل بين صفوف الحركة، والتزمت بهالشي هذا كلياته. ناضلت جبهوية وتعايشت مع الحركة يعني بكل القفزات اللي هي النوعية اللي ساوتها. وبعدين صار في تشكيلات كتيرة، يعني مثلا رحت على قنديل، جيت حضرت هنيك مؤتمرات لما كان الشعب ينضم للمؤتمرات هنيك. بس أفكار القائد والنقاش والحوار معه بعد هذا اللقاء الأول كمان مرات كنت أروح أشوفه، هو يبعت وراي. ما كنت يعني كنت أستحي أطلب إني أروح أشوف القائد عبد الله أوجلان، بس أنا بيني وبين نفسي كنت أتمنى ألاقي يعني أجلس أحاوره. شفت اني يعني في امل ان المرأة تطالب بحريتها الكاملة. يعني صار عندي امل اكثر، لاني صحيح كنت انا مرأة عربية عشت بالمحافظات في الداخل، بس الحرية اللي كنت بتمناها ما لقيتها هنيك. لقيتها عند أفكار القائد عبد الله أوجلان من جميع النواحي. يعني درست وأخذت بكالوريا، بس لما التعايش اللي كنت هنيك متعايشته كان في كتير عادات وتقاليد، وفي قوانين ودستور سوري يفرض على المرأة كتير شغلات أنا ما كان بيني وبين نفسي أتقبلها. بس ما بنقدر كنا نحكي، واحدة ما بتقدر تعبر عن أفكارها، بس هون بالحركة واحدة بتقدر تعبر عن أفكارها، بتقدر تطرح أمور كتيرة، بتقدر بتكمل كل شيء. مشان هيك ناضلت من هديك الأيام لحد الآن أنا بالحركة. بس القائد عبد الله أوجلان يعني هو له فضل علينا كتير نحن كنساء، يعني هو قدم لنا كتير كتير، بس نحن كلياتنا النساء يعني منلاقي كأني علينا دين للقائد. أفكاره يعني لو ما أفكاره نطبقها ما كنا وصلنا للمرحلة الحالية اللي نحن فيها. يعني لما طلع عبد الله أوجلان من سوريا يعني كلياتنا يعني حسينا الدنيا صارت سودة في وشنا، ما عرفنا شلون نتابع نضالنا، وصار بين الشعب يعني كلياتنا يعني شعور واحد ما بيقدر يوصفه. يعني أو بالأول قطعنا الأمل، بس بعدين قلنا لما شفنا تصريحات القائد وشلون وقف بالمحكمة وشلون دافع عن شعبه وشلون دافع عن فكره وهدول، نحن قلنا نحن ملتزمين وكملنا الطريق. بس 15 شباط نحن بنضالنا كنساء رح نتابع النضال لبين ما يخرج القائد عبد الله أوجلان من الحبس. بتمنى مرة تانية أشوف القائد، إن شاء الله يكون عن قريب.